عندك خبرة في مجال معين، فأول $1000 هتكسبها من خبرتك مش محتاجة متابعين كتير، محتاج فقط 3 حاجات. أول حاجة محتوى بسيط، تاني حاجة عرض مدفوع، وتالت حاجة يكون في مبيعات أو فانل واضح. وفي الفيديو ده هديلك الخطة بالحرف. أنا اسمي أحمد الحديدي، للناس اللي أول مرة اتفرج عليا. أنا عملت أكتر من 350 استشارة من يونيو 2024 لحد يونيو 2025. في خلال المدة دي عملت أكتر من $10,000 من الاستشارات دي كانت في حاجات مختلفة، سواء كانت في الكارير شيفت من مجالي للسوفت وير، أو في السفر أو الهجرة، وكمان حتى في صناعة المحتوى. مش هتعمل $1000 بسرعة، ولو عملتها بسرعة مش هتقدر ان انت تكرر العملية دي تاني، لانك مش هتبقى عارف انت عملتها ازاي. فانا هقول لك الحاجات اللي انت المفروض تعملها علشان تعمل اول $1000 وتقدر ان انت تكرر الموضوع ده اكثر من مرة. اهم حاجة ان انت يبقى عندك استعداد ان انت تشتغل على نفسك وتبذل مجهود. الخطة بتتكون من 3 اجزاء. اول حاجة ان انت تحدد مشكلة تلاقي حل ليها. تاني حاجة تعمل عرض الحل المشكلة دي، وعلى مدار الشهر تحاول ان انت تجيب $1000. وتالت حاجة والاخيرة هو ان انت تعمل مبيعات او فانل، بحيث ان انت تسوق للعرض ده من خلال المحتوى بتاعك. تعال نمسك جزء. الناس بتدفع علشان حل المشكلة عندها، ما بتدفعلكش عشان خاطر شهادتك. فبالتالي مش لازم خالص ان انت تطلع تقول ان انت معاك MBA او معاك ماستر في حاجة معينة. الناس غير مهتمة، الناس عايزة ان انت تحل لها مشكلة ما عندها. فمحتاج ان انت توصل لان انت تكون جملة معينة. أنا بساعد مجموعة معينة من الناس بأن هم يحلوا مشكلة معينة في خلال مدة معينة عن طريق برنامج أو خطة اسمها كذا. بس لو عرفت أن أنت تكون الجملة دي فهتبقى حليت أول لغز. خلينا اديلك شويه امثله. دي شويه امثله جاهزه. مثلا انا بساعد مديرين المشاريع ان هم يخلصوا اول كورس مدفوع في خلال 4 أسابيع بخطه محتوى جاهزه. فانا بساعد مجموعه معينه من الناس اللي هم مديرين مشاريع، وبساعدهم ازاي يسوقوا كورسهم مثلا اللي هو المدفوع. بساعد مدربي الفتنس ان هم يعملوا 4 باقات شهريه في خلال 7 ايام بمسودات او بتمبلتس رسائل جاهزه. فانا مثلا شخص بحاول اساعد المدربين ان هم يجيبوا عملاء ليهم او متدربين عندهم، وان هم يحاولوا ان هم يسوقوا شغلهم او يزودوا مبيعاتهم عن طريق تمبلتس او عن طريق قوالب جاهزه. ممكن مثلا بساعد مطوري البرامج ان هم يطلعوا اول منتج رقمي ب 90 دقيقه. في خلال 90 دقيقه يكون طلع منتج كامل رقمي يبيعه عن طريق تمبلتس مثلا او خطوات معينه. ممكن مثلا بساعد الناس انها تحضر للمعادله الامريكيه في خلال 2 شهر عن طريق برنامج كذا. ممكن اقول بساعد الناس انها تجيب فوق 7 في امتحان الايلتس وتقدر انها تقدم على الهجرة في خلال 2025 باستخدام طريقة مثلا كذا. الجزء ده تقريبا اصعب جزء في الموضوع كله، وده الجزء اللي انا خدت فيه وقت طويل، والجزء اللي احنا بناخد فيه وقت طويل مع الناس اللي هي مشتركة معانا. ففي بوت كده بسيط انا عملته على تشات جي بي تي، مبني يعني على تشات جي بي تي. فممكن ان انت تتكلم معاه ويسألك شوية اسئلة وبيقول لك نوع المحتوى اللي المفروض ان انت تعمله، وفي نفس الوقت بيديلك خطة ازاي توصل لأول $1000 في خلال مدة معينة. يعني بيديلك استراتيجية كاملة عن طريق الذكاء الاصطناعي. لو انت مهتم ان انت تشوف البوت ده بشكل مجاني هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. كده خلصنا الخطوة الأولى. الخطوة دي هتاخد منك وقت شوية، بس خد وقتك ان انت يعني تتكلم مع البوت، تعمل سيرش وتبدأ تفكر في الحاجات اللي انت فاهم فيها فعلا، وتحاول تحدد مشكلة وتلاقي حل للمشكلة دي. أول ما تخلص الخطوة الأولانية ساعتها تدخل على الخطوة الثانية، وهي ان انت تعمل عرض لحل المشكلة دي. العرض ده المفروض ان هو يدخل لك $1000 في الشهر. فعلشان تدخل اول $1000 في الشهر من العرض اللي هو حل المشكلة دي، فانت عندك كذا سيناريو. ممكن تبيع باقة مثلا $250 ل4 عملاء في الشهر، فانت بيبقى هدفك الاساسي ان انت تجيب 4 عملاء وتخليهم يدفعوا $250، فكده هتكون كملت $1000 في الشهر. السيناريو الثاني هو ان انت تجيب 10 عملاء وكل عميل فيهم يدفع $100. فانت ممكن يكون عندك مثلا كورس تكلفته زي الكورس بتاعنا بتاع اكسبرتيز فلو، وتحاول ان انت توصل ل10 عملاء تبيع لهم في خلال الشهر، فساعتها هتكون حققت $1000. السيناريو الثالث وهو برنامج توجيهي او برنامج منتورشيب، ان انت تشتغل مع حد 1 تو 1 بتتابع معاه يوميا، بيبقى غالي شويه. بيبقى هدفك طول الشهر ان انت تحاول تجيب عميل واحد يدفع لك $1000. وعلى فكره $1000 ده مش مبلغ كبير، في ناس بتدفع اكتر من كده. العرض ده لازم يكون واضح جدا وما يكونش عايم. العرض بتاعك اللي هتقدمه اللي هو حل للمشكله اللي انت حددتها، اللي انت عارف ان انت هتحلها للناس، المفروض يكون فيه المكونات دي. اول حاجه يكون فيه نتيجه محدده، يكون الشخص داخل على الصفحه بتاعتك او بيتكلم معاك عارف ان هو هيوصل لكذا. والنقطه دي اتكلمنا فيها وركزنا عليها قوي في الفيديو اللي فات بتاع اللاندنج بيج او صفحه الهبوط، لو هنترجمها بالعربي فممكن تتفرج عليه بعد ما تخلص الفيديو ده. فلازم تكون قادر توصف انت هتوصل الشخص لايه. فانت لو ما عندكش اوتكم او نتيجه واضحه هتوصل الشخص ليها،
يبقى انت عندك مشكله في العرض بتاعك. الحاجه التانية وهو نطاق واضح، او عندك برنامج بتعمل فيه حاجات معينه، ما تحاولش ان انت تعمل كل حاجه. خلينا ادي لك مثال، الكورس بتاعنا صلاحيته مدى الحياه، بس ما بنعملش كل حاجه. احنا ما بنسوقش للناس، احنا ما بنسوقش، احنا بنساعدك على ان انت تعمل محتوى بنفسك وتحول خبرتك لمصدر دخل، بس انت اللي المفروض تشتغل. في نفس الوقت احنا ما بنشرحش بيد ادز، احنا بنشرح ازاي تصور، ازاي تتكلم قدام الكاميرا، ازاي بتتعلم الكتابه الاعلانيه او بنعلمك الكتابه الاعلانيه، ازاي تعمل محتوى، تجدوله ازاي، تستخدم الذكاء الاصطناعي ازاي. فاحنا عندنا هدف محدد وهو تحويل خبرتك لفلوس وفي نفس الوقت توفر وقت. ما بنعلمكش ازاي تعمل ماركتنج بالبيد ادز او الاعلانات المدفوعه، ده نطاق تاني. فاللي انا عايز اقوله، ما تحاولش ان انت تحقق حلم الشخص، خلي الهدف بتاع العرض بتاعك يكون واضح ومحدد. الحاجه الثالثه، لازم تكون هتسلم حاجه ملموسه للناس، يعني الناس فاهمه هي المفروض تستلم ايه. في برامج كتيره بتاعت منتورشيب مش واضح بالظبط البرنامج هيبقى فيه كام سيشن مثلا في الاسبوع، طب انا لو كلمتك هترد عليا في خلال وقت قد ايه؟ فانت لازم تكون محدد كل حاجه بحيث الشخص يبقى داخل عارف ان هو هيدفع المبلغ الفلاني في الوقت كذا، المفروض ان هو يستلم منك كذا، المفروض ان هو يوصل للنتيجه كذا. فلازم يكون في تسليمات ملموسه والشخص عارف هو هياخد ايه. كل ما كانت النقطه دي واضحه كل ما زادت فرصه شراء الاشخاص منك. الحاجه الرابعه والاخيره، لازم يكون عندك ضمان للعرض بتاعك. نفس النقطه اللي اتكلمنا فيها في صفحه الهبوط اللي هو الفيديو اللي فات او اللاندنج بيج، لازم تحطم المفاهيم اللي عند الشخص اللي هي الليميتنج بليفز. حط نفسك مكان الشخص، ايه الحاجات اللي هتخلي الشخص مثلا ان هو ما يشتريش البرنامج؟ في ناس هتخاف تخسر فلوسها، فانت لازم تحط نفسك مكانه. فلو انا حطيت نفسي مكانه هبقى عايز لو البرنامج ما عجبنيش او ما وصلتش لنتيجه يبقى في عندي ضمان ان انا ممكن اخد الفلوس. ده اللي انت بتفكر فيه لما تشتري حتى اي جهاز، هل في وارنتي او في ضمان ولا لا؟ فلو ما فيش ضمان الناس هيبقى عندها خوف شويه، خصوصا لو كان سعر البرنامج كبير. فحاول تحط ضمان او تقسيط مثلا للشخص بحيث ان هو يشيل من عليه العبء المادي بشكل ما. الخطوه الثالثه ودي مهمه جدا والمعادله ما ينفعش تكتمل من غيرها، وهي المحتوى. لازم تعمل محتوى بشكل مستمر. المحتوى هو المحرك اللي هيخلي البيزنس بتاعك يفضل شغال. فالمحتوى ده بينقسم لقسمين، محتوى قصير ومحتوى طويل. المحتوى القصير عشان خاطر الريتش، لانك لما بتنشر فيديوهات على التيك توك بيبقى فرصه ان انت توصل للناس بتبقى سريعه جدا. يعني ممكن فيديو واحد مثلا يعدي 20 و30 الف، يعني بعد فيديوهين مثلا ولا حاجه ممكن تعملهم على التيك توك. يعني مثلا على سبيل المثال محمد طارق كان معانا في المنتورشيب ووصل تقريبا 100 الف مشاهده او اكتر من كده بعد فيديوهين او 3 فيديوهات. فده وارد ان هو يحصل لانك فرصه ان انت تنتشر على التيك توك بتبقى سريعه جدا، اسرع من اليوتيوب. واليوتيوب مهم ان انت تعمل عليه محتوى حتى لو كان المحتوى ما بينتشرش بسرعه، لان ثقه الناس فيك بتزيد بعد ما بتستهلك محتوى طويل. فانت بتعمل نوعين من المحتوى، قصير عشان خاطر الريتش والمحتوى الطويل عشان خاطر الثقه او التراست. وخلي بالك الشخص مش هيشتري منك من اول تيك توك فيديو، خصوصا لو كان فيديو قصير اقل مثلا من 3 دقائق. غالبا هيشتري بعد استهلاك محتوى طويل، يعني بعد مثلا 10 فيديوهات على اليوتيوب او حاجه. فمهم جدا ان انت تحط في دماغك ان انت تحط محتوى على المنصتين. الخطوة الثالثة وهي المبيعات او السيلز فانل. وفي ناس كتيرة بتعمل محتوى بقالها سنين، وحتى ناس اشتركت معانا وكده ما عندهاش فكرة يعني ايه المبيعات. المبيعات هو اللي بيوصل الشخص من ان هو يبقى مشاهد عادي ظهر له الفيديو بتاعك على اليوتيوب ان هو يوصل يبقى مشتري. هتوصل الشخص ازاي للمرحلة دي وهتخليه يثق فيك ازاي؟ عن طريق المبيعات. فالاستراتيجية البسيطة جدا بتاعت المبيعات اللي ممكن تبدأ بيها هو ان انت اول حاجة تعرف ازاي تعمل عنوان للفيديو يكون بيشد الانتباه، الشخص يضغط عليه. لان اول حاجة لازم يعملها الشخص ان هو يشوف الفيديو بتاعك، فلو ما شافش الفيديو بتاعك مش هيشتري. فبالتالي لازم تبقى عارف كتابة اعلانية او لازم تبقى فاهم اساسيات كوبي رايتنج. لذلك في جزء خاص بالكوبي رايتنج او الكتابة الاعلانية في الكورس بتاعنا، لانه مهم جدا، لان الكوبي رايتنج او الكتابة الاعلانية هي الاساس اللي بتبني عليه كل حاجة بعد كده، حتى من اول عنوان الفيديو لحد صفحة الشراء ازاي تقنعه يعني. فالشخص لازم يضغط على الفيديو. بعد ما يضغط على الفيديو، الحاجة التانية ما ينفعش ان انت تعرض عليه المنتج على طول، ما ينفعش تقول له خش اشتري على طول. ده منطقيا لازم ان انت تبان ان انت فعلا عايز تفيد الشخص، لانك فعلا عايز تفيده. فما ينفعش تقول له من الاول اشتري. فبتدي له حاجه اسمها ليد ماجنت، او حاجه تخليه ان هو يثق فيك اكتر. فهتخليه يثق فيك اكتر ازاي؟ مش هتدي له فلوس، هتدي له معلومات. هتدي له معلومات في صوره ليد ماجنت. ليد ماجنت يعني ايه؟ يعني انا بيبقى عندي مغناطيس بجذب بيه الشخص. فانا بيبقى عندي مثلا كورس مجاني او عندي مثلا PDF دوكيمنت فيها معلومات، المعلومات دي ممكن تتباع بفلوس، فبديها له بشكل مجاني. فانا بقول له خد المعلومه دي بشكل مجاني، بس في المقابل انا عايز منك البيانات بتاعتك. البيانات بتاعتك بقى اللي هي ايه؟ اللي هي الايميل او الموبايل.
لذلك بتلاقوني مثلا وبتلاقوا ناس كتيره بيبعتوا لكم مثلا لينك معين او بيعرضوا عليكم ان هم مثلا يديكم معلومات معينه، وبتدخلوا على الصفحه اللي ببعتها لكم بتلاقوا في فورم كده بتملوها، ايميل وموبايل، وبعد كده بتقدروا تحملوا المعلومات المجانيه. فانا بقاضيكم بالمعلومات بتاعتكم. اللي بيحصل بقى فيما بعد ان انا ببعت لكم ايميلات فيها معلومات تانية اكتر واكتر واكتر، وفي الاخر بقول لكم طب في كورس لو انتوا حابين اشتركوا. فاول الفانل بيبدا بيوتيوب فيديو، بعد كده بتعمل ليد ماجنت بان انت بتتواصل مع الشخص بره اليوتيوب عن طريق بقى واتساب، عن طريق ايميل، عن طريق ايا كان، وبعد كده بتبدا ان انت تعرض عليه المنتج بتاعك. المنتج بتاعك برضو مش بتبعت له يعني سترايب لينك او لينك دفع على طول، لا بيبقى عندك لاندنج بيج، يبقى في صفحه فيها عرض للمنتج بتاعك انت بتبيع بالظبط. فالصفحه دي اللي هي صفحه الهبوط او اللاندنج بيج. طبعا احنا عملنا فيديو مفصل عن اللاندنج بيج، ممكن تتفرج عليه، هتلاقيه في الفيديو اللي فات. بس بعد ما تخلص الفيديو ده عشان ما تتشتتش، الصفحه دي في تمبلت لصفحه الهبوط المثاليه، هتلاقيها موجوده في اسفل الفيديو اللي فات، وهحطها برده في اسفل الفيديو ده، بحيث ان انت لو عايز تحملها ادخل على اللينك وتقدر تحمل اللاندنج بيج. فانت في اللاندنج بيج دي هتحاول ان انت تقنع الشخص ان هو يشتري بقى المنتج بتاعك. هو طبعا هتبقى ثقته فيك زايده جدا لو انت طبقت الخطوات اللي قلتها قبل كده، ان هو استهلك فيديوهات، شاف لك فيديوهات، في نفس الوقت انت بعت له ايميلات فدته بشكل مجاني، وفي الاخر انت بتقول له طيب ده الكورس بتاعي او ده المنتج بتاعي، لو انت حابب ده اللينك، ادخل اتفرج على العرض نفسه، شوف فيه ايه، ولو انت حابب ممكن تشتري. فانت بتبعت له اللينك مثلا بتاع العرض بتاعك او الصفحه بتاعه العرض بتاعك، وبتقول له لو انت حابب ممكن تشتري. فده السيلز فانل بكل بساطه. طبعا السيلز فانل ممكن يطول، في ناس بتبقى عندها سيلز فانل بيبقى طويل شويه زي حالاتي مثلا. انا السيلز فانل بتاعي او بتاع الكورس بتاعنا يعني بيبقى فيه سيكونسز ونيوزليتر وحاجات كتيره كده. فانا بقول لك ابسط حاجه بحيث ان انت تجيب فلوس بشكل سريع، وفي نفس الوقت ما تبقاش بوشي او تبقى يعني رخم وانت بتطلب من الناس انها تشتري المنتج بتاعك. فدي تقريبا ابسط حاجه. فلو عملنا خطه قابله للتنفيذ في خلال 7 ايام، فده بالظبط اللي انا هقول لك تعمله. اول حاجه لازم تاخد وقت في ان انت تصيغ النيش بتاعتك، تبقى عارف انت هتكلم مين، تبقى عارف هتقدم محتوى في ايه، في مشكله معينه موجوده عند مجموعه من الناس وانت بتحاول تحلها. وخليك فاكر دايما ان الناس مش مهتمه بشهادتك على قد ما هي مهتمه بالمشكله اللي عندها. شهادتك مهمه والناس هتبص لها وهتثق فيك اكتر، بس الاول لازم يكون في مشكله. الناس عندها مشكله، لقيت عندك الحل، فهتثق فيك اكتر ان انت عندك شهاده بتزود المصداقيه بتاعتك في ان انت تحل المشكله دي. بس شهاده من غير مشكله مش هينفع. فانت الاول لازم تلاقي المشكله، فدي اول حاجه. فانت خد وقتك في ان انت تحدد النيش بتاعتك، وفي لينك موجود في الديسكريبشن في مجموعه اسئله. الاسئله دي هتقرب عليك الرؤيه قوي بعد ما حددت المشكله اللي انت هتحلها ومجموعه الناس اللي انت هتكلمهم. اليوم التاني المفروض تكتب فيه صفحة الهبوط، وعلشان تكتبها ممكن تستعين بالفيديو اللي قبل كده. خد وقتك في ان انت تكتب صفحة الهبوط، مش محتاج ان انت تدفع فلوس ولا تشتري دومين ولا ايا كان. ممكن تعملها على ميري تشيمب، ممكن تعملها على كيت، ممكن تعمل حتى صفحة حجز استشارات وتكتب الديسكريبشن بتاع الاستشارة نفسه على كاندلي. ولو انت عايز تستوحي من صفحة استشارات ممكن تبص على صفحة الاستشارات بتاعتي، هتلاقيها تحت في الديسكريبشن، بحيث ان انت ممكن تعمل زيها يعني او تستوحي منها. اليوم الثالث المفروض ان انت تصور VSL. ايه هو الفي اس ال؟ اللي هو الفيديو سيلز ليتر. لو دخلت عندي على الصفحه بتاعه الكورس هتلاقيني مصور فيديو وانا بتكلم فيه عن الكورس وايه النتائج اللي حققناها وليه لازم تشترك. فانت محتاج ان انت تكون قاعد على مكتب كده او تكون قاعد وبتكلم الناس بتحاول تقنعها بالمنتج بتاعك. ليه؟ لان ده هيزود المصداقيه. انا عارف ان في ناس مش عايزه تظهر وشها او مش مرتاحه في انها تعمل صفحه تحط فيها الفيديو بتاعها، فانت هتبذل مجهود بقى ان انت تكتب صفحه هبوط او صفحه فيها العرض بتاعك فيها كلام مقنع يخلي الشخص يشتري. فده اليوم الثالث. اليوم الرابع هتبدا في نشر المحتوى. انصحك ان انت ما تعملش خطوه قبل الثانيه، يعني ما تروحش تنشر محتوى قبل ما تكون محدد المشكله، علشان ما تخشش في لوب اللي هو انت عمال تعمل حاجه ملهاش علاقه بالثانيه كل شويه. يعني بتعمل فيديو عن الهجره، بعد كده بتعمل فيديو عن التخسيس زي ما انا كنت بعمل في الاول. فحاول تحدد المشكله دي انت بتحلها وتعمل الصفحه بتاعتك اللي هي بتاعه العرض، وبعد كده تبدا تعمل محتوى. فده اليوم الرابع. اليوم الخامس هتعمل بعد كده فيديو يوتيوب. الفيديو ده هيكون مدته من 8 ل 10 دقائق. طبعا هتكون عملت شورتس او فيديوهات قصيره، هتكون اتدربت على الكلام قدام الكاميرا بان انت تتكلم بشكل مطول شويه لمده 3 دقائق اقصى حاجه، وبعد كده ممكن بقى تزود المده ل 8 دقائق ل 10 دقائق تقريبا. ما تحاولش تزود المده بتاعه الفيديو اكتر من كده، لان ده هيحط عليك عبء ان انت تفضل شادد انتباه الناس، فده هيزود عليك الموضوع صعوبه اكتر، وهتحتاج ان انت تتقن بقى الكوبي رايتنج ان انت تفضل تجذب انتباه الناس لمده طويله. ودي حاجه انا بعمل كونتنت بقالي 5 سنين لحد دلوقتي غير متقن ليها يعني. اليوم السادس انت محتاج ان انت تبعت للناس وتسالها هل هم محتاجين
مساعده ولا لا، هل عاجبهم الكونتنت ولا لا. ما تستناش الناس تجي لك تقول لك خد فلوس احنا عايزين نشتري، لان ده في الاول مش هيحصل. وحتى لو حصل الفلوس اللي هتجي لك مش هتبقى كافيه ان انت تجيب مصاريفك اكيد في الاول. فانت لازم تسال، انت لازم تعرض على الناس المنتج بتاعك. طبعا مش هتعرض على الناس المنتج في الاول تقول لهم خشوا اشتروا، لا. ده سيناريو مثلا ممكن يحصل. ممكن تكلم شخص تقول له شكرا ليك على متابعتك، لاحظت ان انت مهتم بمثلا بيزنس بيع الخبرات، هل في حاجه معينه حابب ان انا اعملها او حابب تشوف حاجه معينه في الكونتنت؟ طب انت فين في رحلتك دلوقتي؟ دي الخطوه السادسه او اليوم السادس. اليوم السابع هو ان انت تعرض على الناس ان انت تساعدها بشكل مجاني في مقابل ان الناس دي تلتزم. دي اول حاجه. وتاني حاجه تدي لك ريفيوز. في الاول لازم تركز على موضوع الريفيوز. اول ما تجمع مجموعه تستمونيالز او اراء للناس عن المنتج بتاعك، فانت جاهز ان انت تعرض خدمتك بمبلغ. زي ما قلت قبل كده مفيش حد بيبقى حابب ان هو يشتري المنتج اول واحد، دايما بنروح على الريفيوز وعايزين نعرف اذا كان في حد اشترى المنتج قبل كده. فطالما انت محتاج ريفيوز في الاول وهي الحاجه اللي هتخليك ان انت تكبر البيزنس بتاعك، فقدم للناس معلومات بشكل مجاني. خد حد مثلا ويدربه بشكل مجاني لمدة شهر شهرين 3، بس اشترط عليه ان هو يلتزم وان هو يديلك ريفيوز. ده كل اللي انت محتاج تعمله علشان تعمل اول $1000 في الشهر من خبرتك. مش محتاج اي حاجة تانية. طبعا خطة ال7 ايام دي مش لازم تكون 1 2 3، مش لازم يكون الايام ورا بعضها. انت ممكن في يوم مثلا تطول شوية، ممكن تريح يوم التاني، بس انت محتاج 7 ايام علشان تعمل الموضوع ده. لو عملت الموضوع ده بالتفصيل اضمن لك ان انت هتجيب اول $1000. ده اللي انت محتاج تعمله بالظبط. اشوفكم في الفيديو الجاي.